مرت هند بنت عتبة على ولدها معاوية وهو يلعب مع الأولاد لما كان صغيرا، شاب ولدا صغيرا يلعب مع أقرانه وأترابه، فكان يأمرهم وينهاهم ويقودهم ويسودهم. فمر رجل فلما رأى معاوية وطريقة تعامله مع أقرانه قال: إن كبر هذا سيسود قومه. بين عليه من الآن قيادي، قال: إن كبر هذا سيسود قومه. فقالت له هند: وأته إن لم يسد إلا قومه. أنا نظرتي أبعد، ليس فقط قومه، يسود بعد قومه. وفعلا صار خليفة للمسلمين من مشرقها إلى مغربها، ملكا للمسلمين لمدة 20 سنة رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس التميز في أصحابه رضي الله عنه، فقال لعلي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وقال لأبي عبيدة: هذا أمين هذه الأمة. وقال لأبي بكر الصديق: هذا الصديق، فلقبه بالصديق. وقال لخزيمة بن ثابت: شهادتك بشهادة رجلين. وقال للزبير بن العوام: لكل نبي حواري وهذا حواري، عن الزبير بن العوام. وجعل حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما صاحب سره فميزه، وجعل عبد الله بن مسعود صاحب سواكه ونعله ووساده فميزه، فكان يميز أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. وكان أصحابه يحرصون على التميز